من ساعة ما عملت الفيديو بتاع إنه لو أي شخص غير مسلم توفاه الله ما ينفعش تحكم عليه بالنار كده على طول، وتسيب وتترك الأمر لله، حتى لو كان في اعتقادك أو في العقيدة عندك إنه كافر بالله وإنه وجب عليه دخول النار. ما ينفعش أنت توجب على ربنا إنه لازم يخش النار، أو أنت خلاص هو في النار ما دام أنت تكلمت بده. والناس بقت تبعت لي على الخاص اللي يكفرني واللي يشتمني واللي يرن عليه يقول لي انت إيه اللي هتقوله ده المهم حصل حالة لغط ياما قوي يعني بينه وبين حتى اصحابه وبين الناس اللي عارفها. يا اخوانا، احنا عندنا في البلد وفي القرى وفي الارياف كلها عامة الناس يعني تعامل الناس بالفطرة في الموضوع ده شيء يختلف خالص عن الشباب بيجي في مخوخهم او اللي درسوه في كتب. يعني مثلا اغلب الناس الاميين عندنا في البلد، الناس الكبيره، الناس الاميين لا تعرف تقرا ولا تكتب. كنا زمان مثلا اول ما حد يموت تسال ابوك او جدك او اي حد كبير، اول ما حد مسيحي يموت يعني تقول له يا جد او يا بايا الراجل ده هيخش النار، يقول لك يا ولد الله اعلم، سيب على الله الحكايه دي. ما كانش يرضى يتكلم ولا يحكم على اي حد بالنار حتى لو غير مسلم. وعندنا في البلد طبعا احنا في البلد او الارياف كلها عامه انه حتى يعني كان في ألفة جامدة بين المسلمين والمسيحيين، ومحدش بيتذكر موضوع الدين دي نهائي. يعني لو حصلت حالة وفاة عند المسيحيين تلاقي الناس المسلمين اللي ليهم معرفة بالشخص اللي مات ده ممكن يكونوا أكتر من أهالي المسيحيين، من أهل الشخص المسيحي ده، يروحوا الكنيسة ويحضروا المراسم ويروحوا يدفنوه مع الناس المسيحيين. وزاك المسيحيين أول ما حد يموت عندنا احنا بيجوا يحضروا الجنازة، ولو في ختمة قرآن بالليل يعني قراءة قرآن بيجوا يقعدوا ويسمعوا القرآن بتاعك. ولو في فرح برضو عندنا احنا وفي ختمة في القرآن في الليل بيجوا يحضروا الفرح وبيجوا يحضروا القرآن برضو. واحنا لو في فرح عندهم بنروح الكنيسة نحضر مراسم الزفاف بتاعتهم. في ألفة غير طبيعية بيننا وبين بعض. ما فيش حتى لو هو في كتابه المقدس عنده انه المسلم ده هو زي ما نسمع انه هرطقي ومش عارف ايه والكلام ده، ما تخشش داره والكلام ده، هو مش بيعمل بالكلام ده نهائي. لا، ده في محبة كده ما حدش عارفها ازاي. يعني يترك الامر ده اللي موجود في كتابه ويتعامل معاك بطريقة انت يعني لا تتخيلها. والمسلمين زي كده برضه، يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى امرنا احنا بان احنا نبر الناس دي، الناس اللي مش هتقاتلك في دينك ولا هتحاول تطلعك من ارضك ولا هتحاربك، ما دام اخوك في الوطن وجارك مسيحي او غير مسلم، لا ده انت تبره وتقسط اليه زي ما ربنا قال ان تبروهم وتقسطوا اليهم. البر اللي ربنا ما استخدموش الا على الوالدين امرنا احنا كمسلمين ان احنا نعملوه مع المسيحيين المحترمين معاهم. ففي حاله من البر والقسط بيننا احنا وبين المسيحيين عندنا في البلد. الله اعلم عاد الوضع في البلاد التانية ايه او في الدول التانية، بس انا اتكلم عن مصر وبتكلم عن صعيد مصر وبتكلم عن ارياف مصر. لا ده في حالة ألفة ود بيننا وبين بعض. انا عاد ما ينفعش عاد بعد كده جار المسيح زي كده لو مات بعد الألفة اللي حصلت دي وبعد الاحترام وبعد اللي ربنا امرني بيه ده، اقول يا قدامك ده واقول على اي شخص لا يا عم ده في النار، ده غير جهنم، ده مش عارف ايه، وهو برضه ما ينفعش زي كده. لو شخص مات عندي، ما هو لو شخص مات عندي برضه في دينه انه هيخش النار برضه، يجي يقول لك ده في النار حتف، ده تلاقيه على تشود الوقت في الجبانه، مش مستني من لما يروح القيامه تقوم، لا ده تلاقيه النار ولعت فيه في الجبانه دلوقتي. لا يا اخوانا، احنا الكلام ده بينا وبين بعض ما فيش نهائي. حتى لو في العقيده عندك، بس ما ينفعش يعني تناطح بين الناس كده وفي عينك كده وتقول له ده في جهنم. ما ينفعش يا اخوان، دي عكس تماما مبدأ البر والقسط اللي ربنا امرنا بيه معه. وده يعني، والكلام اللي انا قلته ده من منطلق الفطرة اللي انا لقيت اهلي واهالي البلد كلها عليها في التعامل بين المسلمين والمسيحيين. قمة الاحترام وقمة الادب وقمة المودة بيننا وبين بعض. فربنا يهدينا ويهديهم ويجمعنا وإياهم إن شاء الله في الجنة بعد ما يهدي الكل كده إن شاء الله.